الله رسائل الناس اللي استخدموا لبان الذكر او اللبان العماني، هذا اللي يقول غير جوي، والثاني اللي يقول زاد الروقان عندي. شوف، اذا انت رجال عندك زحمه براسك اما من دوام او من ضغط زحمه السيارات وما السيارات، حط لك شوي من منقوع اللبان مثل كذا، بس بقاع الكاس تمام، وصب عليه مويه حاره واجلس تفنجل. هذا كانك تتفنجل شاهي، هذا المنقوع يزيد روقانك. شفت الزحمه اللي براسك هذه، يطبطب عليك، يقول ما عليك من شيء، هون يبي خطم عليك سياره سيارتين ثلاثه اربعه ما عندك. شفتوا عرفتوا ايش اسمه قصه او سالفه هكذا تسحب الكراسي البريطانيه، اللي هو تخبرك عن صبر بعض البريطانيين. هذا يقولك في ضابط بريطاني يدخل البرلمان من فترة إلى الثانية، ومرة من المرات دخل البرلمان وجاب يجلس على الكرسي اللي وراه رجال يشتغل بالبرلمان، سحب الكرسي طاح، فقام الضابط والتفت ويضحكون اللي حوالين الضابط. جاء رجع الكرسي وابتسم وجلس وكمل الجلسة لين ما طلع. مع الأيام والسنين صار الضابط هذا تبع السجون وتبع إدارة السجون، وقدر بعد 7 سنوات إنه يبدأ بتلبيس تهمة للرجل هذا اللي سحب الكرسي، ويوصل عقوبتها إلى أنه تكون اللي هو القتل أو تكون الشنقة. فيوم جاء تنفيذ اللي هو عملية الشنقة هذه، قال العسكري اللي بنفذ الحكم أنا اللي بجي وبسحب الكرسي. قال العسكري ما يخالف لأنه هذا يصير مديره، فدخل وشال الغطاء من اللي عليه المحكومية هذا اللي كان يشتغل بالبرلمان، وقال له هكذا تسحب الكراسي، وسحب الكرسي من تحته وتدودل هذا برجوله. وهذه قصة هكذا تسحب الكراسي. يخلي عندك صبر أكثر. اللبان، خلونا نرجع للبان نتركوا عنكم القصص. يخلي عندك صبر أكثر، كل ما تعدل الميكروبايوم عندك بكتيريا الجهاز الهضمي مزاجك حيزين. وتأكد إنه ما عندك حالة إمساك، دائما تأكد إن جهازك الهضمي سليم. هذا اللي يخليني أقول لك لا تاكل خطأ، لا تاكل مكرر، لا تاكل خطأ.